يا شباب، وصلنا للحلقة العاشرة من ستيفا تيلر. لو ما شفتوش اللي فات ارجعوا شوفوه الأول. صلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويلا بينا. ماسك راسه، ستيتش استخدم تقنية انفيرنو بتاعته عشان يهزم الزعيم. مستغل اللحظة، زعيم التلج حاول يهجم عليه بس جسمه بدأ يدوب. بطلنا مسرور بالنتيجة لأنهم أخيرا هزموا الزعيم. اتسألوا إيه المفروض يعملوه بعد كده، وهل المفروض ياخدوا القطعة الأثرية بما إنهم ما شافوش أي ممر هناك. فافترضوا إن اللي حارس الزنزانة كان ماسكه ممكن يكون القطعة الأثرية. جاريت اقترح ياخدوا القطعة الأثرية ويسيبوا الزنزانة فورا لأنه كان عايز يوصل للمكان الجاي في أسرع وقت ممكن. بطلنا حس بنفس الشعور ومسك القطعة الأثرية بيتسأل إيه هي. فجأة طاقة مظلمة طلعت من القطعة الأثرية، خلت ستيتش يحس بغرابة. سأل مومينتو مارتون إيه الغلط بس ملقاش رد. بيتساءل لو مومنتو نايم. إلينا وجاريت مصدومين، ما فهموش إيه اللي بيحصل. ستيتش محتار، لاحظ إن قطعته الأثرية فعلت ملتهم اللعنات، وهو بيحس إن عقله بيتلاشى. انهار فجأة على الأرض. بعدين وهما بيرتاحوا في المعسكر، جاريت راح يطمن على إلينا. قلقان، سأل لو هي كويسة، عارف إنها كانت عايزة تعتني بستيتش بس فكرها تعتني بنفسها هي كمان. عرض عليها مشروب عشان يخفف الجو. ستيتش كان فاقد الوعي لمدة 5 أيام، وجاريت اتسائل لو هيصحى أبدا. إلينا كانت عارفة إنه بيتحسن رغم إنه لسه قدامه طريق طويل. الموقف كان أحسن من أول يوم، بس لسه كان فيه مانع حمرة غامقة بتدور في كل جسمه. غالبا أغمى عليه لأن جسمه ما قدرش يعالج كل المنة الغريبة دي من القطعة الأثرية السوداء. جاريت كان قلقان لأنهم ما يقدروش يضيعوا وقت أكتر. كانوا بالفعل استنوا 5 أيام عشان ستيتش، ولو استمروا يأخروا خططهم هيفوتوا فرصة مهاجمة قافلة الإمدادات. إلينا ذكرت إن في طريقة عشان تسرع تعافي ستيتش بس ما كانتش متأكدة لو هتشتغل. متفاجئ، جاريت سأل ليه ما قالتش ده قبل كده. إلينا صرحت إنها عمرها ما كانت في موقف زي ده وما كانتش عايزة تخاطر بحاجة مش فاهمها بالكامل، خايفة إنها ممكن تسوء حالة ستيتش. كانت بتأمل إنه يتعافى طبيعياً، بس كانت عارفة إنهم لو استمروا يستنوا ده هيبوظ خططهم، فقررت تحاول تساعده يتعافى في أسرع وقت ممكن. جاريت حب الفكرة وساب إلينا مسؤولة عن تصحيته وهم بيستعدوا عشان يمشوا. كان واثق إنهم لو انطلقوا دلوقتي يقدروا يلحقوا القافلة، فواثق في تعافي ستيتش السريع. إلينا خدت إيد ستيتش اللي بدأت تتوهج. كانت عارفة إنه عشان تتغلب على المانا الضلمة محتاجة مانا نقية عشان تلفيها زي ما عملت قبل كده. وجهت المانا النقية بتاعتها في جسمه، قضت على الشوائب وحافظت على إيقاعها في اللاوعي بتاع ستيتش، بس ستيتش ما كانش فاكر هو فين أو اسمه أو بيعمل إيه. ومضات من ذكرياته ظهرت، بس ومضة غريبة لراجل مجهول خلته محتار. اتسائل لو دي كانت ذاكرة حد تاني. في الومضة الراجل كان نايم وراسه على ترابيزة، ولما صحي لاحظ إنه ما يعرفش إمتى نام. كان مبسوط لما شاف 3 أشخاص واقفين قدامه لأنه أخيرا خلق حياة جديدة، بس اتسائل ليه مش بيتحركوا. بعدها افتكر إنه لسه ما ادهمش أسماء، فعقولهم الفردية ما اتفعلتش. استخدم سحر وكتب اسمها ديسترا، الإلف اللطيفة والداعمة. بعد ما خدت الاسم قدرت تتنفس وتتحرك. سمى القزم أكستون، قزم مزعج ومتين بس عادل وصادق. الإنسان اتسمى كين، إنسان عنيد ومصمم. الكل خد هدية الحياة، وبعديها الراجل رحب بيهم في العالم معلن نفسه العالم. طلبوا من سيدهم يوكلهم باسمه هو كمان، وقبل ما الراجل يقدر يقول اسمه ايه بنسرع 500 سنة في المستقبل. كين كان في الغابة لما أكستون ظهر، بيناديه يا فارغ الرأس. غضبان، كين رد بيتسائل عن لبس أكستون السخيف وذوق أبوه في الموضة. متضايق، أكستون اقترح قتال عشان يشوفوا مين هيفضل واقف في الآخر. فكرة كين قبلها بسعادة. قبل ما يقدروا يبدأوا، ديسترا ظهرت بتسأل ليه بيقاتلوا في أرض أبوهم. اقترحت إنهم لو عايزين يقاتلوا المفروض يختاروا مكان أبوهم ما يقدرش يشوفهم فيه. محرجين، الاتنين استسلموا عن القتال، موافقين ما يتقتلوش. وصلوا بيت أبوهم وهناك رحب بيهم بفرح. سألهم عاملين إيه واعتذروا إنه ما زارهمش قريب. الأب بس ما كانش مهتم، عارف إنهم مشغولين بحياتهم الخاصة. دعاهم يقعدوا وطلع فاكهة عشان ياكلوا. شايفين الفوضى؟ ديسترا علقت إن الأب محتاج ينظف أكتر. بدأت ترتب المكان مستخدمة سحر، وده فرج أكستون اللي لقى غريب إنه بعد كل الوقت ده كل اللي عايزاه تعمله هو التنظيف. لما علق على ده، ديسترا اقترحت إنها بدل ما تنظف تقدر تتخلص منه. كان فات 500 سنة من ساعة ما الراجل ادى الحياة لديسترا، أكستون وكين ورثوا قدرته على الخلق، ومع الوقت كل واحد فيهم خلق أشكال حياة شبهه، مالين العالم اللي كان فاضي مرة بالحياة. قريب
مخلوقاتهم. الراجل سأله الأمور ماشية إزاي لأنه ما شافهمش من عقد. كين علق إن الناس تقريبا زي ما هم من 300 سنة بيزرعوا وبيبنوا أماكن راحة، بس مؤخرا كان محتاج شغل أكتر بسبب ظهور الوحوش. الراجل متفاجئ ما كانش على علم بالوحوش، فأكستون شرح إنه من حوالي 50 سنة مخلوقات غريبة بدأت تظهر وتهجم على كل حاجة. معرفوش منين جم، بس عددهم زادت كل سنة. الراجل لاحظ ليه الكل مسلح، حاجة ما كانتش ضرورية من قرون. كين ذكر إنه رغم إنهم مش محتاجين الأسلحة، كانوا محتاجين يكونوا قدوة كحكام. لاحظ شوية مخطوطات وسأل أبوه إيه؟ الأب فجأة خطف الورق من إيدين أكستون، خلى أكستون يشك إنها حاجة ثمينة. الأب أكد لهم إنه هيوريها لما تبقى جاهزة، بس دلوقتي هتبقى سر. كان عايز يسمع أكتر عن مخلوقاتهم. ديسترا رغم إنها مستمتعة بالزيارة قالت إنها محتاجة تمشي لأن مخلوقاتها مستنيينها. أكستون كمان طلب من أبوهم يزور بيت، ولما يقدر الأب وعده يروح بمجرد ما يخلص بحثه، وسأل كين لو هو كمان ماشي. كين أكد إنه بيستعد عشان يمشي. بعد ما سابوا بيت أبوهم بفترة قصيرة قفل الباب وانهار، حاسس بتقل الحفاظ على سره. في نفس الوقت إلينا كانت بتضخ طاقتها في جسم ستيتش بتحاول تنظف الشوائب. فجأة طاقتها اتردت من مومنتم، بس أصرت، حطت إيديها على صدر ستيتش وحاولت تاني. إلينا كانت قلقانة لأن مانا ستيتش كانت بتقاوم الامتصاص، تقريبا كأن عندها عقل خاص بيها. جاريت سأل لو فيه أي تقدم ولو ستيتش بيوري علامات إنه هيصحى، بس ملاحظ إنه بيضغط عليها قرر يفضل ساكت. شيل خد زمام العربة وطلب من الزعيم يرتاح. لما دخل شاف إلينا قاعدة بهدوء في ركن، وسأل لو هي كويسة. قالت إنها بس كان واضح إنها تعبانة. كان فات 8 أيام من ساعة ما ستيتش كان فاقد الوعي، وجاريت رغم إنه قلقان طلب من ستيتش يصحى لأنهم بالفعل استنوا كتير قوي. فجأة شيل سمع الصوت غريب جاي من الغابة ونبه الزعيم. لما اتأكدوا شافوا ظل في الغابة وقريب من واحدة من عربياتهم اتصابت بحصان ظل. جاريت لاحظ إنهم تحت هجوم وأمر كله يستعد للمعركة. وهم بيستعدوا سمعوا صوت راجل مجهول كان متفاجئ إنه لقاهم وعمل تعليق عن إن جاريت أوسم من على بوستر المطلوبين. غاضب جاريت سأل لو هم ورا المكافأة على راسه، بس المجموعة كانت بتدور على مرتزقة جاريت المفقودين. شرحوا إن مجموعة مشهورة زي دي اختفت من غير أثر، ودلوقتي عايزين جاريت حي، بس الباقيين ميتين. المرتزقة هجموا بس اتصابوا بسهام من واحد من صحاب جاريت اللي جرحهم. لسه في صدمة، جاريت طلع على سطح العربية مع حلفائه وطلب من شيل يقربهم من الأعداء. الراجل جوه العربية هددهم وخلق طائر ظل بسحره، أمره يهاجم على جاريت. جاريت لاحظ أن الراجل يقدر يؤمر أرواح حيوانات كأتباع، وأمر صحابه يبعدوا عشان يتجنبوا الإصابة. تاشا واحدة من الخصوم كانت منبهرة برعاية جاريت لحلفائه. الراجل بعدها وجه طائر عشان يهاجم جاريت اللي اختفى مباشرة بعد ما الطائر فرق ظله، ملاحظ أن دي ممكن تكون الطريقة اللي لقوا بيها مكانه. متضايق من قدرة جاريت على الاختفاء، الراجل أمر تاشا تتعامل معاه لأن التحكم في مخلوقين بيستهلك مانا كتير. جاريت من ناحيته لمح خصمين على سطح العربية وهاجم، اختفى من أنظارهم وحط خنجر على رقبة واحد وهو بيركل التاني. تاشا أمرت رجالها ما يروحوش ورا جاريت، بس يبصوا جوه العربية، شك إنه بيحمي حد. ده قلق جاريت، بس قبل ما يقدروا يتصرفوا نطوا تحت. جاريت بسرعة تدخل ووجه ركلة طوية لدرجة إنها خلت واحد من أنوفهم ينزف، سابه في عذاب. جاريت وضح إنهم يقدروا يهاجموه عليه قد ما عايزين، بس مش هيخليهم يدخلوا العربية. لما الراجل حاول يضربه، جاريت اختفى وظهر تاني فوراً قتله. اعتذر لإلينا لأنه ورطها في الفوضى. وهو مشتت، راجل تاني حاول يهاجمه خالصة، بس إلينا من لحظة التهديد رمت خنجر من خصم ميت على المهاجم، أنقذت جاريت. منبهر جاريت مدح دقتها. متحمسة تاشا رفعت سلاحها وعلقت إنهم رغم شكلهم رقيق مش بيستخدموا حيل ودية. حالة غريبة طلعت من تاشا نبهت شيل اللي طلب من جاريت ياخد باله. باستخدام الهالة دي تاشا كسرت ورمت سقف العرضية بعيد. جاريت قرر يواجهها وطلب من إلينا تحاول تصحي ستيتش وهو بيتعامل مع الموقف. مرهقة إلينا استمرت تضخ مانا في ستيتش حتى كح الدم بسبب المجهود. تاشا متغطية بالهالة الحمراء سألت لو جاريت فاكر إنه يقدر يوقفها. جاريت عارف قوة تاشا الهائلة، كان عارف إن محاولة صد الهجوم هتبقى قتلة، بس الاختباء هيحكم على ستيتش وإلينا بالموت. من غير خيار تاني جاريت استعد عشان يضحي بنفسه. فجأة هبت رياح طيرت الأعداء بعيد. ستيتش كان صحي بيعتذر إنه نام طويل قوي. بعدين وهم بيرتاحوا في المعسكر جاريت فكر إزاي ستيتش
قدر يهزم المطاردين بطلقة واحدة بس من قدرته. جاريت اقترح إن ستيتش يكون لطيف مع إلينا لأنها كانت مستعدة تضحي بنفسها عشانه. ستيتش شايف إلينا نايمة وافق، عارف إنه مدين ليها بالكتير. بعد ما جاريت مشي، ستيتش واجه مومنتو طلباً إجابات عن القطعة الأثرية السوداء. مومنتو بس قال إن ستيتش لسه مش جاهز يعرف كل حاجة، سابه غضبان ومحبط. ستيتش بدأ يفكر في الرؤى اللي شافها، مستنتج إن ديسترا وأكستون ممكن يكونوا الألف والأقزام على التوالي، وإنه شاف الكائن الأسمى. وهو بيحاول يفهم الحلم، إلينا صحيت. ستيتش مبسوط إنه شافها كويسة، شكرها عشان صحتها. لينا محمرة قللت من مجهودها، بتقول إنها بس كانت بتوفي بوعدها إنها تحميه. جاريت شاف التفاعل بينهم، نداهم طيور الحب وطلب منهم ينضموا ليه. ستيتش متضايق من اللقب، علق إن جاريت مصدر إزعاج حقيقي. بعدها اتجمعوا عشان يناقشوا الخطوة الجاية. جاريت ادى ستيتش منظار بيشاور على قافلة الإمدادات اللي بيطاردوها. رغم إنها كانت بعيدة، جاريت كان مرتاح إنهم قدروا يلحقوا القافلة رغم التأخيرات. طلب من ستيتش يستعد للمهمة. بعدين جاريت شرح الخطة بالرسم على الأرض، حاجة بطلنا لقاها غير عادية بس الباقيين فهموها تماما. أثناء النقاش، واحد من كشافة جاريت وصل بيتنفس بصعوبة، جايب أخبار وحشة. شرح إن الاقتراب من القافلة مستحيل بسبب مدرب مع الأكيوراس، طائر وحش ذكي جدا بصره تقريبا زي بتاع الإلف. إلينا رغم إنها على علم بالمخلوقات دي معرفتش إنهم ممكن يتدربوا. جاريت علق إن ممكن تدريب أكيوراس بس لازم يبدأ من الولادة، وهم بس بيطيعوا مدرب معين. بالإضافة لكده لأنهم نادرين، عندهم نصف قطر بحث كبير. ستيتش اتسائل لو في مشاكل أكتر، ملاحظ إن إلينا ماسكة دراعها اللي بيرتعش. جاريت شرح إن الأكيوراس ده بيكلف ثروة، وده ضايقه إنه ما أثرش على الخطة. الكشافة قالوا إن أكتر استراتيجية فعالة للدفاع عن قافلة هي تعيين سحرة مهرة للدفاع والهجوم باستخدام قدرة كشف المنع. كان بيعتقد إن قوات القافلة ممكن يكون عندها معدات معالجة بديسبلين. جاريت وافق، ملاحظ إنهم لو بيستخدموا ديسليوم ده هيقلل فعالية السحرة، يسيبهم بخيارات قليلة. إلينا عرضت تسقط الأكيوراس، بس ستيتش أصر إنها المفروض ترتاح، قلقان على حالتها. إلينا اختلفت، بتقول إنها مش ضعيفة لدرجة إنها ما تقدرش تسقط طائر صغير. على مضض ستيتش سمح لها تاخد طلقة واحدة. مع الطائر بره الطريق هيبقى عندهم ميزة استراتيجية على القافلة، بس لسه كان في عدم يقين بخصوص الديسليوم. ستيتش أكد لهم إنه عنده طرق عشان يتجاوزوا حتى لو كان موجود. في نفس الوقت القافلة استمرت ناحية وجهتها بقيادة السير بنديكت، اللي لاحظ تعب مساعده. أكد له إنهم قريب هيوصلوا الجبهة الشمالية وطلبوا يصمت شوية كمان. المساعد بلغ إن البيجات كان بيمسح المنطقة حوالين القافلة. بعد مسح المنطقة الطائر رجع، مبهرا المساعد والسير بنديكت بأدائه. البيجات استعد عشان يعمل جولة تانية، بس فجأة وقع ميت على الأرض، فاجئ المجموعة. مستغلين الفرصة اللصوص هجموا، حطوا الكل في حالة تأهب. السير بنديكت اتصدم بالهجوم المفاجئ، بيتساءل مين يجرؤ يسرق قافلة ملكية في وضح النهار. حتى مع قواتهم المسلحة كويس والمحمية بديسليوم، جاريت بسهولة دمرهم. ابتسم راضي بتقدم الخطة. السير بنديكت في حالة صدمة شك إن اللصوص بيستخدموا قطع أثرية مدعمة بطاقة مظلمة، وده شرح ليه الديسليوم ما كانش فعال ضدهم. أمر قواته يتبعوه عشان يدعموا الجبهة، بينما الحرس الخلفي صمد. المساعد أتول صرخ في رعب لما لاحظ إنهم في ورطة لأن حد كان بيقرب من الخلف. أكتر حاجة ملقأة إن العدو كان ساحر محصن ضد هجماتهم. مومنتو ملاحظ لقى مسلي إنهم افتكروا إنهم يقدروا يهزموه بطلقات بس كان عارف إن ده مش هيشتغل. كانوا قلقانين لأنه لو العدو ساحر هيحتاجوا يشتبكوا في قتال قريب، بس ما كانوش عايزين يوروا خوف. طول أمر رجاله يستخدموا المعدات المطلية ببيلم. لو قدروا يقربوا كفاية، بطولنا سأل عن القطعة الأثرية ذاكرا لو هتاخد ساعة، بس مومنتو طمنه إنها مش هتاخد أكثر من 5 دقائق. ستيتش متضايق لما سمع ده، فكر إن مومنتو بقى مغرور قوي، صوب على الخصم وأطلق شعاع صابه مباشرة في راسه، خلى عينيه تلف الورق وتبيض. الراجل بدأ يرتعش، وده قلق صاحبه اللي سأل إيه اللي بيحصل. قبل ما يقدر ياخد رد، صاحبه قطع حلقه ودمه نزل.
تول شاهد كل حاجة اتخض، غير قادر يفهم إيه اللي بيحصل. بينما بطلنا كان مفتون بالمشهد، مومنتو ابتسم بشر ووشه بدأ ينبعث منه منع، جاهز يهزمهم كلهم. المساعد تول كان مشلول ومحتار، غير قادر يفهم إيه اللي بيحصل لأصحابه اللي واحد ورا التاني بدأوا يقتلوا نفسهم. كانوا ممسوسين من مومنتو وانتهى بيهم الأمر يهاجموا بعض. بعد امتصاص الجرم السماوي الأسود وتحقيق المتطلبات، مومنتو فتح قدرة جديدة اسمها نوبة. القدرة دي سمحت له يسيب الخاتم ويدخل جسم شخص تاني مسيطرا عليه بالكامل. أكتر جزء مرعب هو إنه لمدة ساعة كاملة مومنتو يقدر يدخل ويخرج من أجسام الناس بإرادته. توس كان المفروض ينتبه أكتر للي بيحصل. بطلنا ساحرا سيفه هجم وقتل تول. مومنتو ظهر مباشرة وراه ممتلكا واحد من الأجسام وحاسس بالقوة. ما عرفش إن امتلاك جسمه الخاص هيبقى مريح قوي كده. بطلنا سأل مومنتو عن مفاجاته، بيسأله لو عمره ما فكر في ده قبل كده. مومنتو مسك السيف مقرب النصل للجسم اللي امتلكه وعلق إنه أحيانا لما ستيتش ضايقه كان بيتخيل يستولى على جسمه. بطلنا ابتسم مفكر يسيب مومنتو يعملها وقطع حلق الراجل الممسوس قتله. مومنتو بعدها علق إنه لو ستيتش خالف قوي يقاتل المفروض يتراجع ويفضل معاه، لأنه كان عايز يستفيد أقصى استفادة من القدرة الجديدة، وده خلى ستيتش غير مرتاح. بنديكت في نفس الوقت كان محتار من الموقف، بس كان عارف إن الإمدادات محتاجة توصل للجبهات الأمامية. تساءل مين الكائن الشبحي ده وليه الجنود وراه بيقاتلوا بعض. المساعد تول لسه دايخ، كان عايز أمر مباشر من بنديكت، خايف إن الأفراد دول هيسرقوا القافلة كلها لو ما تصرفوش بسرعة. بنديكت نزل من حصانه ونظم القوات مبتكرا خطة. جرى ناحية جاريت عشان يهاجم عليه، فاجئه بسرعته. بنديكت هاجم عليه بالسيف محاولا يحشره. جاريت منبهر بسرعة بنديكت تراجع نط لورا مصمم يمنع جاريت من استخدام القطع الأثرية تاني. بنديكت تقدم وركله قاطعا حركته. جاريت اترمي في الشجرة واتفاجئ لما شاف إن بنديكت مسكه قبل ما يقدر يفعل تمويهه. بنديكت بسرعة قرب وهاجم بسيف. جاريت قدر يصده باستخدام سيوفه المزدوجة. بنديكت سأل لو جاريت بيحاول يخرب المملكة ولو ما كانش ملاحظ هو بيسرق من مين. جاريت كان محتار لما سمع إنهم بيخربوا المملكة، فاكر إن عيلة فينيسيا الملكية كانت بتنهب شعبها من قرون. غضبان جاريت سأل لو كل اللي يهمهم هو الحفاظ على الجبهات الأمامية حتى لو ده معناه نهب شعبهم. بنديكت مليان غضب شاف تول بيجري ناحيته وأمره يهجم على جاريت. لمفاجأته بدل ما يهجم على جاريت تول هجم عليه. ساب بنديكت مصدوم ومحتار. مومنتو لاحظ وهو ستيتش بيطلق من زاوية تانية مانعا بنديكت من الرد. بطلنا علق إن القتال انتهى في أقل من 10 دقايق بعد ما القدرة اتفعلت، وده كان إيجابي لأنه تجنب مخاطر أكبر. جاريت من ناحية تانية سأل فين ستيتش، عارف إنه حوالين المكان غالبا حاسس بالغثيان. جاريت اداله مشروب عشان يساعد في تخفيف الآثار الجانبية. ستيتش قبل المشروب وعلق إنه ممكن يكون مفيد لأن ناو كان واحد من الآثار الجانبية للقدرة. سأل جاريت ورجالته لو خلصوا تنظيم كل حاجة. جاريت أكد إنهم تقريبا خلصوا وإن صحابه عملوا شغل ممتاز بفضل قيادته لأنهم تقريبا متضرروش منهم. ستيتش بيشرب مية سأل لو كانوا تقريبا جاهزين عشان يمشوا. جاريت أكد إنهم خدوا اللي عايزينه، بس سأل ليه ستيتش فضولي قوي مقترحا إنه يقدر يكمل شغل ليهم لو عايز. بطلنا متضايق قرر ياخد أجازته، بيقول إنه هيرجع لوادي ريجا لأن المهمة خدت وقت أطول مما توقع وكان عايز يرجع بسرعة. جاريت شرح إنه بإرسال الإمدادات للمكان اللي محتاجينها ناس كتير في المملكة ضعيفة جدا عشان تدافع عن نفسها أو جعانة هتستفيد. بما إن الرحلة طويلة المفروض يبدأوا يتحركوا قريب. شاور على برنارد أمره ياخد المجموعة لأي مكان عايزينه في المملكة لأن إلينا شكلها مرهقة وتستاهل راحة. جاريت بعدها سأل ستيتش لو قرر هيروحوا فين، بس ستيتش كان لسه بيفكر في الموضوع. في نفس الوقت في مملكة فينيسون لابور كان بيرتاح لما أخوه سأل لو خرج تاني. لابور كان مبسوط يشوف أخوه ودعاه يشرب. بيسأل ليه ما ياخدش استراحة. بيبص على الترابيزة شاف زجاجة أول سويل 95 وأخوه علق على الريحة الرائعة. بس أخو لابور الأصغر كان هناك عشان يعرف جمع قد إيه. لابور قال إنه جاب 3 قطع أثرية بس اداهم 2 لحراسته الشخصيين واحتفظ بسيف جميل لنفسه. أخوه الأصغر محبش ده، فكروا إنه بالفعل طلب من لابور ما يوزعش قطع أثرية بحرية لأن العيلة الملكية كانت بتقيد عدد القطع الأثرية عشان تتجنب الصراعات الداخلية.
لابوس فكر إن أخوه بيقلق زيادة عن اللزوم، احتفظ بالأكتر فايدة في مكان تاني وشافش سبب للقلق ده إلا لو أخوه كمان عايز قطعة أثرية. أخوه رد إنه مش محتاج واحدة كفاية عشان تحميه، كان عايز يعرف لو في أي أخبار مثيرة للاهتمام عن أخوهم الأصغر. لابورك علق عن أخوهم الأصغر مش بيعمل حاجة مهمة بره المشاكل، سافر ورجع بتكتم للقلعة وهو بياخد مشروبه. لابور علق إن ده مش اللي إيديل قاله. في اللحظة دي بص على أخوه وطلب الصراحة. الحلقة 10 خلصت، بس الطريق لسه مليان مفاجآت. اشتركوا عشان نوصل لهدفنا 100,000 أخ وأخت قبل نهاية السنة. ويلا سلام.